هو مهندس، بس اللي عمله مش تصرفات مهندسين خالص، واللي حصل له يستاهلوا الصراحة. سيادة المهندس كان خاطب واحدة وسابوا بعض، الباشا يسيبها في حالها؟ لا طبعا، ازاي؟ الذات النرجسية لازم تتكلم. اما هددها بنشر صور فاضحة ليها على مواقع التواصل الاجتماعي، يسكت على كده؟ لا، حاول يبتزها ماليا وجنسيا. البنت هي كمان تسكت؟ لا، دي جدعة و100 راجل. وقررت البنت فعلا ما تسيبش حقها، وقررت تقدم بلاغ في الباشمهندس تقوم الشرطة بالتعاون مع مباحث الانترنت بالتحري عن الواقع، وتثبت فعلا ان الواقعة حصلت، ويتقدم الباشمهندس للمحاكمة ويحاول يدافع عن نفسه ويقول ان موبايله كان مسروق. ترد المحكمة في حكمها ان مفيش ما يثبت ان موبايله كان مسروق. انت بتحور يا باشمهندس. كمان الشريحة اللي تم استخدامها الشريحة بتاعته. مش بقول لك انت بتحور يا باشمهندس. كمان المحكمة اكدت ان تكرار النشر والترويج بتدل ان هو مرتكب الواقع، وقالت المحكمة في حكمها انها اتعاملت مع المتهم بشيء من الشدة، يعني كنوع من مجابهة النوع ده من الجرائم، عشان اللي عايز يعمل زيه بعد كده يرتضع. قبل ما تتهموا البنت وتقولوا ان هي اللي اديته الصور وكده وتستاهل. المحكمة قالت ان الصور المخلة هو اللي اصطنعها، صور مش حقيقية، صور هو اللي مخترعها. ماذا بينك وبين الله والله يا بنتي، عشان ربنا يجيب لك حقك بالشكل ده. وكان من ضمن التهم الموجهة ليه برضه تهمة نشر اخبار كاذبة، ما هي صور مش حقيقية. كمان التحريات اثبتت ان الموقع اللي هو استخدمه موقع بتاعه وهو اللي بيديره. المهم المحكمة حكمت على الباشمهندس بالسجن المشدد 5 سنين وغرامة 200,000 جنيه. صراحة يا باشمهندس انت تستاهل، وده درس لأي حد يحاول يعمل زيه. ويا ريت أي بنت تتعرض لحاجة زي كده ما تسكتش، وتحاول تاخد حقها بالظبط زي البنت دي ما خدت حقها.